تتحدى أي مستحيل. يا بلدي فاكر مش ناسيلك الجميل، خيرك عليا ولو عملت عشانك ايه، تستاهلي ياللي وقفت جنبي كل خير. عشانك انت تتحدى اي مستحيل. يا بلدي فاكر مش ناسيلك الجميل، خيرك عليا ولو عملت عشانك ايه، تستاهلي ياللي وقفت جنبي كل خير. من قلبنا بنحبها، نتعب عشان نعلي دايما اسمها، قبل ما تحتاجنا تلاقينا جنبها. ولادها قد المسؤولية ومخلصين، واجب علينا كل واحد مننا يخاف عليها وبما يرضي ربنا، نخلص لها هيعود علينا كل ده. هي الأمانة لأرضها مطمنين. شعب واحد، حركة خدمية لا تنتمي إلى أي تيارات سياسية، وهدفها الأول والأساسي هو خدمة المواطنين داخل القرية. وأنا شخصيا أنا قلبا وقالبا مع الحركة دي، وإن شاء الله معاكم، وبجهودكم أنتم أهالي القرية ووقفتكم معانا بإذن الله الحركة دي تكبر وتنجح وتساعد في خدمة المواطنين. شكرا. المكتب رفع تشتغل والناس تعبانة من قلة الري وتعبانين والله صراحة يعني، وكده اكبر مصلحه للبلد وربنا هي مصلحه كبيره، اكبر مصلحه صراحه. ما هو ده الصح، ما من زمان ما جالنا 20 سنه بندور على الموال دي، ما حدش بيسال فيه، ودي اكبر مصلحه وتمام. طب المشروع ده هيتم على خير والحمد سعيد بحركه مصر شعب واحد واللي بيعملوه الناس دي بصراحه، يعني الواحد بيفتخر بيه، وبتمنى ان البلد كلها تتجمع بصراحه. يعني عايزين نعمل حاجه، بلدنا فيها قيادات كبيره قوي وناس يعني واصله بمعنى واصله، نفس ناس تتجمع واحنا كشباب نجمعهم عشان نعمل حاجه. لان كده مش هينفع، الوقت بيعدي والدنيا بتعدي واحنا ساكتين. لازم نقعد ونجيب الناس دي البلد لها خير كتير عليهم، الناس دي البلد اللي علمتهم، البلد اللي عملت الناس دي كده. الناس دي لازم نتجمع ونقعد ونقعد الناس دي ونقول عايزين نعمل عندنا مستشفى. انا عشان اكشف على ابني بروح وردان، بطلع بنزل القاهره عشان اكشف عليه، ما انا مش لاقي مستشفى هنا. المستشفى بتاعت واحده صحيه، واحده الاسره، طب الاسره اللي بنقول عليها مفيش. عايز ناس تتجمع نعمل مستشفى. وبشكر الدكتور عصام اللي هو جاب لنا الابار، واللي خلى الترع هناك، ان انا عندي ارض مش عارف ارويها، مفيش ميه، بيجي ميه معين تنزل في قلب الترع، والترع تنام واحنا نشرب منها واحنا ننزل الارض منها. فانا بتمنى الناس كلها تتجمع، لو اتجمعنا واستغلنا الناس دي هنعمل. وبلدنا بدل ما في قرى وطب نجوع في قلب خال نجوع في نجوع عندها صرف صحي. انا رحت بحاجه قبل كده قريه اسمها عزبه عصر، عزبه مش هقول لك يعني ما فيهاش 10 بيوت وفيها صرف صحي. ليه احنا بقى ما نستغلش الناس دي ونقعد ويطلع محافظ ومشي ده ومشي ده عشان نعمل حاجه لبلدنا؟ لازم نتجمع، ولازم الشباب تتجمع كلها ونشوف الناس دي، نشوف الناس دي اللي ما يعملش حاجه للبلد يبقى ده مش بلدنا. نعرف الناس دي كلها، الناس دي الراجل ده ما عملش، ضغطنا على ده وضغطنا ده وده ما عملش. فبتمنى ان الشباب كلها تتجمع تحت اسم الحركه دي ونروح ونشارك ونشوف الدنيا فيها ايه. وبشكرهم على اللي بيعملوه صراحه. يلا السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بشكر حركه شباب غالب اللي هي بتقوم الاعمال اللي موجوده حاليا فيها بالنسبه لموضوع المستشفى اللي قرب من الاوشك على الانتهاء، طب اسره المستشفى عام. وبشكرهم برضه على اللي عملوه في تحويل مكانتين الرفع في المحاول اللي قرب يخلص وينتهي شغله. واتمنى من الله ان الموضوع بتاع كابلات الكهرباء يخلص هو كمان. واشكر كل اللي قايمين على الاعمال كلها، واتمنى انهم يتوفقوا في كل شيء ان شاء الله. وعايزين نجمع شباب غالب كلهم عشان كلنا بيد واحده ونقوم بالاعمال كلنا مع بعضنا، وايد واحده ما بتسهلش. بسم الله الرحمن الرحيم. اعرفكم بنفسي، انا اشرف عبد العزيز عبد الشهيد من قريه ابو غالب تبع مركز الجيزه.
انا بشكر الحركة اللي هي مصر كلها ايد واحدة. وبعد ما قعدت مع اعضاء منها لقيتهم ان هم بيدوروا على مصلحة البلد والشباب اللي هو العاطل عشان يعملوا مشروعات ان هي تشتغل فيه بالقيادة اللي هي الراجل اللي هو الكويس الدكتور عبد الصمد سكر اللي هو بيساعد البلد عشان ينهض ببلده وتبقى حاجة مشرفة قدامه وقدام البلد بحالها. وده حاجة يعني كويسة برضه ان البلد برضه تنضف ويبقى فيها حاجات تخدم البلد بحالها. الراجل يعني مشكورا امبارح اتكلم في نقطة، قال لك انا بدل ما اخلي الواحد يسافر يروح مصر يعمل جواز سفر او يعمل فيش جنائي او بطاقة، قال لك انا ممكن اعمل لهم حاجة هنا في البلد تخدم تلم الحاجات دي كلها تبقى جنبهم ويعتبر لمت المنطقة بحالها من اول بني سلامة لغاية ما توصل لغاية المناطق اللي هي المجاورة دي كلها لغاية حتى ممكن للمناشي، وكل ده برضه هتبقى المسافة قريبة. وإن شاء الله المشروع اللي هو ترعة الري مشكورا الدكتور عبد الصمد جاب لنا الموافقة بمحول يشغل المواتير الرفع والابيار اللي هتبقى على الترعه برضه الفرعيه وترعه وردان برضه جاي لها ابيار هيدقوا لها. الحركه كويسه بتدور على ان البلد تبقى حلوه وبيدوروا على المشاريع عشان تعمل مشاريع تشغل فيها الشباب اللي هو متخرج وما مش لاقي شغل وقاعد عاطل. هو راجل كده مشكورا ان هو بيعمل حاجه للبلد كويسه، يعني دي حاجة يعني إنجاز. محدش كان بيسأل على البلد. دلوقتي لما نلاقوا حد يساعد الشباب اللي هو اتخرج وقعد مش لاقي شغل، هو الراجل عاوز يعمل مشاريع يعتبر الشباب ده الخدمات اللي ناقصة أبو غالب الصف الصحي أول حاجة حتى عشان البلد تنضف ويبقى مظهرها كويس. حتى لو جه مسؤول وبص في البلد هيلاقيها شكلها جميل، أما البلد كلها بيعتبر كلها حفر من القلمية والزبالة وكل البلد بايظة. هي عاوزة بس إسناد من المسؤولين عشان الشباب ده يشتغل. الحاجة الوحيدة إن برضه مفيش هنا محدش عارف يساعد الشباب دي. عاوزين المسؤولين يسمعوا صوتنا ويساعدوا الشباب عشان تشتغل، لأن كده ما فيش حد بيساعد. عاوزين المسؤولين الكبار اللي هم يعتبر بيركزوا على الناس اللي هي في وظائفهم زي مجلس المحلي، هو المسؤول على البلد لازم يحرك الناس دي عشان تشتغل. كله لازم يشتغل وينتج ويدور على بلده ويقف ما يتعطلش على شيء. عجلة الانتاج تنها شغال. بالنسبة للانتخابات والله إن كان كل واحد حاطط ضميره ان هو بيلعب بالشباب عشان بيدور على مصلحته يبقى مفهومه غلط. لو الراجل عاوز يعمل حاجة للبلد يخدمها لان ده واجب عليه، ما هوش باصص لمجلس الشعب ولا مجلس الشورى، هو عاوز يعمل بلد. انا لغايه دلوقتي الناس اللي كل واحد بيتكلم عن نفسه بيقول لك انا اللي هلاقيه اصلح هنزله واللي مش اصلح هركنه، وهو ده الصح اللي الناس تنتخب اللي هي تشاور عليه وتقول هو ده اللي ينفع. يبقى هو ده اللي ينفع. ان القيادات اللي في البلد اجمعهم عشان يبقوا كلك يد واحده، والفلاحين برضو اخليهم يخشوا، والمسيحيين برضو ان انا ادخلهم معانا عشان ما يقولكش ده ده تفرقه عنصريه. يبقى كله مع بعضه، البلد تبقى كلها يد واحده. حتى لما يجي انتخابات اعرف ان انا انزل مرشح يكون واثقين فيه، بدل ما اروح الاقي نفسي بعد كده ما الاقيش مرشح ليا في منطقتي اقعد ادور عليه فين؟ ادور عليه في الذره؟ هيهرب مني، ما انا مش عارفه ساكن فين. مش في ابو غالب صح كلام؟ عامله زي الخرابه،
كانت اشتغلت وحلوه وكان فيها عمليات، وكانت الخج بدل ما بتروح مصر كان هنا كل حاجه، لو واحد تعب كنت بتاخده وتروح بيه. النهارده ما بقتش عامله زي خرابه، ما تنفع، ما تصلحش لشيء، عاوزه تتجدد والناس تشتغل عشان يبقى في حاجه تبقى مشرفه للبلد. بعد ما صرفوا عليها المصاريف الباهظه دلوقتي بقت عامله زي الخرابه بالظبط. السياسه احنا بنتكلموا في الخدمات، احنا ما السياسه دي بعيد، لان احنا دلوقتي بندور على مصالح البلد، مش مصالح شخصيه، مصالح عامه كلها للبلد وعشان الناس تنتج. لان الحاله الاقتصاديه دلوقتي لازم نساعدهم عشان كله يشتغل، يبقى فيه الانتعاش للاقتصاد. اما كله ده احنا في عمليه خمول، والشعارات والحديث الكذابه دي مش هتوكلنا عيش. اهم حاجه يكون فيه ثقه بينكم وبين بعضكم، لان هي الحاجه النقطه الوحيده مفيش يبقى فيه خلاف، يبقى كل واحد يتحط في منصبه فيها لمهامه ان هو يشتغل فيه، ما يخشش في مجال غيره عشان العمليه ما تتلخبطش، ويبقى كده هيبقوا ماشيين صح. اما ده هيخش في ده وده يخش في دور ده، يبقى لا مش هتنفع. وانا فرحان بيهم لان هم دلوقتي ربنا كرمهم. دلوقتي كان في مشكله في البلد بنعانوا منها بقالنا اكتر من 15 سنه. احنا عندنا ترعه الري جايه في منطقه جبليه، المتر لما بيخس اللميه بتقطع منها، ما كانش المتر يبقى مليان على اخره، اللميه ما بتوصلش هنا. دلوقتي اتفضل يعني اعتبر الدكتور عبد الصمد مشكورا قام جاب لنا بتوع الكهرباء، عملوا مقايسة عشان يجيبوا محول لتشغيل المواتير الرف عشان البلد ما تعانيش من المشكلة دي. والأبيار اللي هتبقى الجوفية حتى لو اللمية قطعت في أيام الشتاء يبقوا بديل للفلاحين. ده مشروع برضه حلو. ومشروع الزبالة، يعني لو الوحدة المحلية تشتغل مع الشباب ده هينضفوا البلد. مرة في مرة الخلق هتتعاون معاهم، اللي ما دفعش النوبة الجاي لما بعد كده هتبص تلاقي فيه محضر أو فيه مخالفات، هتبص تلاقي غصب عنه يشترك يقول لك لا أما أدفع ال6 جنيه أحسن لي، بدل ما كل شهر ولا أسبوع يعملوا له محضر. يبقى لا، أنا ال6 جنيه يعتبر حق. النهارده مش مكملين حق علبة السجاير، ما بتشرب، ممكن تشرب العلبة السجاير في ساعة، لا ال6 جنيه كل شهر. ده انت لو حوشته، طب لو واحد مسكين عدى على البيت عندك هتديهم له، يعني حاجة بسيطة. انا كده ان شاء الله انضميت لحركة مصر شعب واحد، بسم الله الرحمن الرحيم. وربنا يوفقك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. طبعا اللي بكلمكم الأستاذ عبد الرحمن عباسط، مدرس أول في مدرسة أبو غالب الإعدادية. بالنسبة لموضوع الحركة ديت معمولة للبلد بحالها، للم شمل البلد. طبعا انا عايشين في قريه محترمه وناس محترمين، وناس بتوع الحركه تعبوا في موضوع الحركه ده، عشان اولا عملوا انجازات في الحركه، ومش باسم حد الحركه ديت باسم البلد بحالها. والبلد بحالها طبعا نتمنى البلد بحالها تبقى معانا في الحركه، وانا طبعا عضو في الحركه ويشرفني ان انا ابقى في الحركه، وانا تحت امر الحركه في اي وقت. والناس اللي في الحركه ناس محترمين وناس كويسين، ومن دون مقابل ما حدش مستني حاجه بالنسبه للحركه. الناس كلها بتشتغل وبتسهر بالليل، وناس تعبانه بيسافروا مصر وعلى حسابهم الخاص. وبالنسبه للدكتور عبد الصمد السكر، الله يكرمه، الراجل اللي بيشوف بيعاوز يخدم البلد بحالها، راجل من دون مقابل مش مستني حاجه من حد. فبالنسبه للحركه ديت طبعا ربنا يكرمنا جميعا، والناس كلها تبقى معانا في الحركه، ونشكر البلد بحالها، والناس كلها كويسه، والشباب كله يبقى معانا في الحركه. ونشكر الدكتور عبد الصمد والاستاذ محمود والناس بتوع الحركه والاستاذ رمضان حسن الله يكرمه، وجميع اللي في الحركه. ناس تعبانه، وناس ديت على قد انا بتسافر مصر تخلص شغل في الحركه، والناس كلها ان شاء الله كويسين والحمد لله رب العالمين. حركه مصر شعب واحد حركه تم انشائها للم الشمل، نبذ العنف والعصبيه، وتحقيق السلام الاجتماعي. انا بشرف بالانضمام لهذه الحركه، وبأؤيد كل ما تتخذون من خطوات
من أجل خدمة أهالينا المواطنين في قريتنا أبو غالب، انطلاقا إن شاء الله لخدمة لتكون يعني أوسع وأشمل بإذن الله. وهي حركة في المقام الأول تهتم بالخدمات الأساسية في القرية، وهتنطلق إن شاء الله للقرى المجاورة وصولا لما هو أكبر بإذن الله. الحركة بتجمع في أعضائها بين كل الانتماءات والتيارات، وما بنتكلمش في السياسة، كل واحد بيحتفظ بانتمائه السياسي لنفسه، واللي بنتكلم فيه المصلحة العامة. وانا بدعو الناس يعني انها تيجي لنا وتقعد معانا وتشوفنا وتشوف اتجاهاتنا وارائنا ايه، وان شاء الله باذن الله يقتنعوا. وانا اشرف باستضافه هذه الحركه، واشرف بان شباب ابو غالب ومثقفين ابو غالب وكل اهالي ابو غالب على جميع انتماءاتهم يشرفونا بالحضور ان شاء الله. أنا حسن محمد أبو المي، وساكن في قرية أبو غالب، وأتمنى من البلد إن تكون أحلى من كده، لأن كده وأشكر الناس اللي هي بتيجي بتعمل موضوع الترع ده، وربنا ييسر وربنا يدوم الصحة. وفي البلد فيها خدمات كتير، عايزين الرجاله تتكاتف كده مع بعضها ونعملوا الحاجه لبلدنا، مش لاي حد، لبلدنا. ونشكر الناس يا عم اللي بتمشي للشيء دوت لراحتنا ولبلدنا. اللي ناقص في البلد يعني ان شاء الله ربنا ييسر الامور. الترعه بتاعت البلد دي هتمشي للميه، والبلد ناقصها حاجات كتير، ناقصها المياه اشتغلت، وناقص موضوع الغاز وموضوع المجاري وموضوع كل حاجه ناقصه بالبلد. طبعا انا واحد من ضمن اتمنى للشباب اللي هو مش لاقي الشغل ده يلاقي حاجه يشتغل فيها، والبلد تبقى احلى من كده. البلد كلها تتكاتف كده مع بعضها، وده شبابنا وعيالنا. ونشكر الناس اللي هي بتمشي بجد فيها يعني في الحاجات ديت، وربنا يدوم الصحه. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا من أبناء أبو غالب ومن شباب أبو غالب اللي نفسي أخدم أبو غالب. عشان كده لما سمعت عن حركة مصر شعب واحد انضميت ليها. وأنا يعني كل حتة في جسمي فدا أبو غالب، عشان أنا نفسي إن البلد دي تنهض. ونفسي الصراحة الشباب اللي من سني ومن جيلي يكسروا السلبية اللي فيهم وينضموا لنا بسرعة، عشان خاطر نعمل حاجة للبلد ونعمل حاجة لأبو غالب. احنا الحمد لله في الفترة البسيطة اللي عدت احنا اشتغلنا شغل وعملنا حاجات كويسة للبلد، وان شاء الله بإذن الله يعني، ومش بفضل مجهود واحد بس، لا بفضل مجهودنا كلنا احنا ككتلة، عائلات مختلفة. وبرضو عشان افكر الشباب، احنا الحركة بتاعتنا الهدف الأساسي ليها والهدف الأسمى ليها هي لم الشمل والتصالح، وإزاي نلم شمل أبو غالب، وإزاي نقول لا للعصبية، وإزاي نقول إن أبو غالب تكون إيد واحدة وتمشي في خطى ثابتة مع بعض، عشان نعمل حاجة لأبو غالب ونطلعها بمظهر كويس. وانا انضميت لحركة مصر شعب واحد. يا بلدي فاكر مش ناسيلك الجميل، خيرك عليا ولو عملت عشانك ايه، تستاهلي ياللي وقفت جنبي كل خير. عشانك انت اتحدى اي مستحيل. يا بلدي فاكر مش ناسيلك الجميل، خيرك عليا ولو عملت عشانك ايه، تستاهلي ياللي وقفت جنبي كل خير. من قلبنا بنحبها، نتعب عشان نعلي دايما اسمها، قبل ما تحتاجنا تلاقينا جنبها. ولادها قد المسؤولية ومخلصين، واجب علينا كل واحد مننا يخاف عليها وبما يرضي ربنا، نخلص لها هيعود علينا كل. تستاهلي ياللي وقفت جنبي كل خير. من قلبنا بنحبها، نتعب عشان نعلي دايما اسمها.
المسؤولية ومخلصين.